مده ديال 4 سنين باش نعاني بالكراسه. ماشي انا بغيت ولا بغيت نختار جنون ولا بغيت نختار انا باش نصايب الناس ولا ندير لهم، لا انا مريضه، انا مريضه بالجنون، شبعانه جنون. كنخدم كسكسو باليد النيت. اكثر السحر هو ديال سحر عاشور، تكون في الخرقه ما بين الرجل والمراه. تنطلب الثمن في الخدمه ديالي، يعني لما كاين 2 المليون 3 ما نخدم. كاينين شي علامات كتبين انك مسحور. كاينين اعراض مرتبطه بالسحر بحال تغيير مفاجئ في الاحوال، قلة النوم، فقدان الشغل، الإفلاس، أحلام وكوابيس مزعجة ومتكررة، قبضة في القلب، الخوف والتوتر، النفور بين الزوجين، والمزاج المتقلب بدون سبب. فعلا كتولي الحياة جحيم. اليوم غنشوفوا كيفاش كتتم عملية السحر بطريقة علمية مبسطة باش نعرفوا علاش هذا المسحور كيحس بهذه العلامات. أول حاجة، الساحر الحقيقي هو اللي دارس علوم الفلك والأرقام والحروف والجفر والأبراج، وهو اللي كيستخدم العناصر الأربعة للكون مع الأخلاط الأربعة الموجودة في جسم الإنسان. أما المشعوذ فهو كيستعمل بعض الخلطات، صور، ملابس باش كيسحر بطريقة مختلفة. احنا غادي نشوفوا اليوم شنو هو تأثير هاد العناصر الأربعة اللي كاينين في الكون: النار، الهواء، الماء والتراب، والأخلاط الأربعة اللي موجودة في جسم الإنسان: الدم، الصفراء، البلغم والسوداء. هاد العناصر كتأثر على الإنسان إلى اختل العنصر من هاد العناصر. بمعنى أي عنصر وقع فيه اختلال في جسم الإنسان فهو كيمرض وكيأثر على المزاج ديالو والسلوك. خصكم تعرفوا كاينه علاقة قوية وعظيمة بين الكون وبين الإنسان. يعني الدم المكان ديالو القلب، الصفراء المكان ديالها المرارة، البلغم المكان ديالو الدماغ، السوداء المكان ديالها الطحال. كيفاش كيتسحر هذا الإنسان؟ كاينين ترددات في الكون. هذه الترددات فيها الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. أي طاقة سلبية فهي كتطابق مع طاقة السحر، سواء كان حزن، خوف، تعب، إرهاق مستمر في المناعة، اضطرابات نفسية، فقدان الشغف. هذه كلها ترددات ديال الطاقة السلبية. هذه الترددات كتطابق مع السحر. يعني من كيبدا الإنسان يحس بهذه الأحاسيس المختلفة فجأة ما كيبقاش عنده الشغف، ما كيبقاش قادر يدير حتى شي حاجة كان كيبغيها، كيحس بالحزن، بالخوف، بالقلق، الإرهاق المستمر، كيحس أنه ولا كيمرض بزاف. هاد المشاعر السلبية تساوي طاقة السحر، وهكا كنقولوا أن هاد الإنسان يمكن عنده سحر، أو يمكن تصاب بعين أو تصاب بحسد. وكاينه ترددات الطاقة الإيجابية فيها الفرح، السلام، الانسجام، التقدير، التفاؤل. هذه الطاقة الإيجابية الترددات ديالها عالية، كتزيد تعزيز الثقة بالنفس، المناعة، كتعطيك السلام الداخلي والراحة النفسية. وهنا غادي نذكروا الآية الكريمة في القرآن في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سورة قاف الآية 18. وفي سورة ياسين الآية 40: وكل في فلك يسبحون. يعني أي تردد، أي حاجة قلتيها بفمك، أي كلمة خرجتيها فهي عندها تردد في الكون. أي كلمة كنقولوها فهي تردد ديالها كيمشي في هذا الكون العظيم، سواء كانت سلبية أم إيجابية. فدائما الإنسان خصو يكون متشبث بحبل الله سبحانه وتعالى، يكون عنده يقين في الله سبحانه وتعالى أن الله هو الرزاق، هو الشافي، هو الكافي. معمر الإنسان ما يخلي واحد النقطة اللي يدخل له منها الشيطان، يفقد الثقة في نفسه. باختصار، أي طاقة سلبية كتكون المنبع ديالها الوسوسة من القرين، من الشيطان. هذاك الترددات كاملة اللي كتمشي للكون هي كتنعكس على الحالة النفسية اللي غادي تعيشها. فسبحان الله، علاقة الإنسان بالكون علاقة عظيمة. دابا غادي نشوفوا علاش المشعوذ كيستغل عقول الناس وكيخوفهم. هذا المشعوذ اللي دائما خص هذيك الضحية ترجع عنده كل مرة، كيخليهم يعيشوا في الرعب، وأي مشكلة كتوقع لهم كيفسروها يا إما بسحر، وحتى المرض أو خلاف عائلي كيربطوه بشخص معين أو عدو. شنو هي الأسباب اللي كتدفع الناس يسحروا واحد الإنسان؟ يقدر يكون طمع أو سيطرة أو انتقام.
فباختصار المشعوذ هو اللي كيستخدم خلطات، صور، ملابس، بخور، أعشاب باش كيمارس طقوس السحر، تيكون فيها استحضار من بعض الحيوانات، البخور، الأعشاب، أشياء غريبة كيطلبها المشعوذ باش كيمارس طقوس السحر ديالو. وبالنسبة للساحر الحقيقي كما قلت لكم هو اللي دارس علوم الفلك والأرقام والحروف والجفر والأبراج. هاد المعلومات كاملة كتلقاوها كاين كتب بزاف ديال السحر بحال كتب الحسيني الفلكي، عبد الفتاح الطوخي، أحمد علي البوني. هاد الكتب اللي كتعلم السحر الحقيقي، لأن السحر هو علم ماشي أي واحد كيتمكن منه. أما المشعوذ فهو كياخد بعض الخلطات من كتب السحر. خلاصة الموضوع اللي نقدر نقول لكم أن أي إنسان سواء كيحس راسه مسحور أو عنده طاقة سحر سو ضروري يتشبت بكتاب الله سبحانه، دائما يكون عنده التفاؤل، عنده طاقة إيجابية، لأن أي طاقة سلبية فهي كتساعد باش داك الإنسان يتسحر. وكما تنقولوا أي واحد تيآمن بالسحر كيشد فيه، يعني معمرك ما تبقى مركز مع هاد الأشياء، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن تيقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني أي ضرر فكيكون من الله سبحانه وتعالى. فما تبقاوش تخليو التفكير ديالكم كله أن هذاك الإنسان اللي مخلوق بحالك بحاله أنه غادي يقدر يضرك. قوة الله سبحانه وتعالى هي أكثر قوة ممكن الإنسان يتحصن بها. كنتمنى أنكم استفدتوا من موضوع اليوم. دائما خليكم متشبتين بكتاب الله تحصنوا، وما تخليوش الأفكار السلبية تسيطر لكم على دماغكم. لكن كيعجبكم المحتوى ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في موضوع واحد آخر.